أيها الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة والتي عنوانها تصدير الثورة المجوسية للخليج وللعالم العربي والإسلامي. يسرني أن أستضيف هنا في الاستديو المفكر الإسلامي الدكتور عبد العزيز العسكر، وهو ضيف دائم بإذن الله تعالى معنا في كل يوم أحد من كل أسبوع. أرحب بكم معنا دكتور من خلال هذه الحلقة. أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. كذلك أيها الأعزاء يشارك معنا من العاصمة البريطانية لندن الدكتور عبد الرحيم البلوشي أبو المنتصر، وهو طبعا غني عن التعريف. وأيضا يشارك معنا من مملكة البحرين الشقيقة الكاتبة البحرينية وعضو مجلس الشورى الشيعية الأستاذة سميرة رجب. أرحب بكم جميعا أيها الأعزاء. دكتور، يعني عندي تقرير حقيقة، هل ناخذ التقرير دكتور؟ جميل. ثم بعد ذلك يعني عندي تقرير أقرأه، أو خليني أقرأ التقرير بشكل سريع ثم ناخذ تقرير تلفزيوني. تفضل. طيب. طبعا هذا مقال الكاتبة وعضو مجلس الشورى البحرينية الشيعية، وهي من أشهر الكتاب الصحفيين في البحرين. تقول في مقالها: لربما لو كانت هذه الثورة والجمهورية ملتزمتين، وتقصد هنا الجمهورية الإسلامية في إيران، ملتزمتين بحجمها الطبيعي ودورهما الدنيوي، ولم تأخذ هذا البعد الإلهي والدور التبشيري والديني والسياسي خارج حدودهما، لما كان الشأن الإيراني من اهتمامنا. ولكن بكل ما تدعيانه من أبعاد وما تمارسانه من أدوار تصديرية في كل مجتمعاتنا العربية والإسلامية، فإن الاهتمام بالشأن الإيراني وتنوير الرأي العام بالحجم والبعد والدور الحقيقي لهذا النظام الذي يديره رجال دين يعدان من صميم أدوارنا كإعلام عربي وسياسة إقليمية. ومن هذا المنطلق نتابع أحداث إيران اليوم وأمس وغدا. حاولوا قمع كل صوت يمس الجمهورية المقدسة التي يحكمها قديسون، قلدوا زعماء الحكم في الجمهورية المقدسة وسام العصمة، جعلوا أباء الثورة الإسلامية ممثلي الله في الأرض، منحوا زعيمهم سلطات الله المطلقة، وأعدوا جمهوريتهم المقدسة لاستقبال الإمام المنتظر الذي توقع الرئيس في عام 2006 ظهوره خلال سنتين. خرجوا من الحوزات الدينية الموالية لهم مئات الألوف من لابس الجلاليب والعمائم الدينية ليثبتوا ادعاءات غير صحيحة وقدسية للجمهورية وعصمة مؤسسيها وولاية الزعيم المقدس. رفعوا راية جمهورية الخلافة الإسلامية ونشروا حملات التبشير في أرجاء المعمورة لنشر دعوتهم المقدسة ومبادئ ثورتهم الإلهية. وزعوا أموالهم الطاهرة على مواليهم وأتباعهم في بلداننا لكسب المؤيدين وزعزعة الأمن. ولأن المعصومين لا يخطئون ولا يكذبون ولا يحاسبون كسبوا الأنصار. ولأن المال يعمل البصيرة والأبصار كسبوا به المؤيدين والدعاة. ولأن الدين والمذهب يعدان سلاحا لا يقهر تحصنوا بهما في بلادهم وبلداننا. منذ 30 عاما هو عمر الثورة المقدسة وجمهورية الإمام المنتظر وحكم القادة المعصومين ونظام الديمقراطية الإسلامية. ومنطقتنا العربية تعيش في حالة حرب مستمرة وتعاني من أزمات سياسية متواصلة وانقسامات وخلافات داخلية وعسكرية وسياسية وتجيش طائفي وتربص، وتتمترس خلف المذاهب والمقدسات، والغاية منها جميعا تحقيق مآرب سياسية فجة لا علاقة لها بالدين ولا بالإسلام. وفجأة بعد 30 عام انكشف المستور عن زيف تلك المقدسات والعصمة والمعصومين، وتجلت الديمقراطية الإسلامية بأبشع صورها الدكتاتورية، ووقعت ورقة التوت لتفضح أكبر كذبة سياسية باسم الدين في التاريخ، أحداث الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران في 12 يونيو 2009 وما تبعها من صور القمع الوحشي. كشف الوجه الخفي للجمهورية الإسلامية، وظهر للعلن زيف ما يمارسونه من كذب وتزوير واعتقال والتعذيب والحفاظ على مصالحهم. هذه هي جمهورية إيران الإسلامية اليوم مكشوفة أمام العالم بعد أن تخطت النخبة الحاكمة حدودها في الكذب والتدليس والأنانية وصراع المصالح الذاتية باسم الإسلام وولاية الله في الأرض. الآن ننتقل للتقرير ثم نعلق أنا وفضيلة الدكتور عبد العزيز. تفضل يا أستاذ. سميرة رجب من البحرين الإعلامية، مساك الله بالخير. سميرة رجب، وحياك الله في هذه المداخلة. أنت تتابعين هذه الحلقة
أول شيء يعني نتمنى لكم دوام الاستقرار هناك في المملكة الشقيقة وقلوب أهل الكويت، سواء اختلفنا أو اتفقنا في كيفية التعامل مع الأزمة البحرينية، إلا أننا نتفق كحكومة وإعلام وشعب على يعني الاستقرار هناك إن شاء الله. فتعليقك على كلام الدكتور جمعان الحربش والنائب صالح عاشور. مساء الخير أولا، وأحيي ضيوفك. بس أرجو أن تخلي بالك الآن أنا سأتكلم وسيكون أول رد من الأستاذ عاشور أن هذه سميرة رجب ذات التوجهات الفلانية والفلانية فكلامها مرفوض، ولكن أنا أرد على الأخ عاشور بصفتي من ذات المذهب اللي هو يتحدث عنه، وأنا بحرينية وأنا أعيش على هذه الأرض ولم أزر الدوار فقط لمدة ساعات، ورجعت إلى الكويت لأعطي كل هذا التقييم لما حدث في البحرين خلال 4 أسابيع. وأنا أشاهد الأخ صالح عاشور يتكلم، وجدت فيه ما يكتبه الكتاب والمفكرون العرب عن القوة الناعمة الإيرانية التي تعمل في الخليج دفاعا عن جهة وعداء للعروبة وللمنطقة بشكل عام. حقيقة يمثل صورة القوة الناعمة الإيرانية الموجودة اليوم في الإعلام وعلى الأرض العربية. نعم. التي هو عايش عليها. ففقط أريد بعض النقاط اللي تكلم عنها والتي لم يتكلم عنها. أعتقد أنك بالغتي في توصيفك لصالح عاشور. نسى أن البحرين، أعتقد أنها مبالغة. اسمح لي أتكلم. يعني أنا أقدر أرد عليك. لا أبو مهدي خلي أنا خلي أنا برد عليها طبعا. فليجيب كما نعم، بس نختصر له لأن الآن الشعب البحريني قاعد يشاهد هذا الحوار، وله الحق أن يبدي رأي في أقاويل معظمها مستفزة لقطاع كبير من هذا الشعب، فيجب أن يسمع صالح لأن ليس هو الوحيد الموجود في الساحة. صالح يتكلم عن البحرين وكأن البحرين كلها هو الدوار الذي ذهب وزاره. البحرين ليس 20,000 و30,000 الذي كذب في الرقم فيه عن الموجود في الدوار، لأن الدوار معظم و93% من الوقت لا يتواجد فيه حتى 1000 شخص. لربما لحظات معينة تواجد فيه هذا الجمهور الذي يتحدث عنه. البحرين دولة فيها تعددية طائفية لا يستهان بها. في من السنة ما هو يعادل الشيعة إن لم يكن هناك تفاوت بسيط. ولربما للصالح طرف لا نعرف ما أي طرف نقول أنه هو الأغلبية، لأن الادعاءات بالأغلبية ادعاءات باطلة تماما، باطلة لأن لا توجد إحصائيات مذهبية في البحرين على مدار تاريخ البحرين. ومن يريد أن يعزز دور طرف على طرف يقول الأغلبية مع ذلك الطرف. فليكن واضحا أن كل الأرقام التي يتم تداولها وما يقال أنها أرقام دولية وتأتي من الأمم المتحدة لا أساس واقعي لها، وإنما هي أرقام تم تدويرها بواسطة أطراف معينة لتحقيق مصالح معينة. فليس هناك أغلبية ضد أقلية في البحرين، هناك تعدد مذهبي وطائفي وديني يجب أن نتعايش على أحسن السبل. عدنا معكم أيها الأعزاء مرة أخرى لنستكمل هذه الحلقة. دكتور عبد العزيز، يعني كيف تعلق على ما جئت عليه في التقرير وأيضا المقطع الفيديو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، أولا أشكرك يا أخي الكريم على هذه الحلقة الجميلة، وأتفق تماما مع ما أشرت إليه في تقديمك من ناحية تصدير الثورة الفارسية المجوسية الصفوية إلى
دول الخليج ودول العالم العربي والإسلامي، وهذا ليس سرا، نحن لا نذيع سرا طبعا. هذا في كلمة ألقاها الخميني بعد مرور سنة، باحتفالهم بعد مرور سنة من انتصار ثورتهم، ألقى كلمة وذكر فيها أنه من مهمات جمهوريتهم تصدير الثورة إلى جميع أنحاء العالم، وكل المعطيات الموجودة في السياسة الإيرانية سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا تقوم على هذا المبدأ، وهو مبدأ نشر التشيع الصفوي بقوة، ويعني ودعم كل الأحزاب والجماعات دعما لا حدود له لأجل زعزعة الاستقرار في الدول المجاورة وسيطرة هذا المد الصفوي عليها. لكن أنا أدعو المشاهدين الكرام وأدعو كل من يعني ربما يتشوش من الكلام أو لا يصدق ما نقول، ندعوه إلى أن يقرأ تاريخ يعني الحركة أو الجذور التي قامت عليها جمهورية إيران الحالية الآن، تجد أنها كلها جذور فارسية، جذور صفوية. يعني هل نتبع من بداية الدولة الصفوية؟ نعم، هي الدولة الصفوية قامت في القرن السادس عشر الميلادي في عهد الشاه إسماعيل الصفوي، الذي يعني أذاق أهل السنة مر العذاب وقتل أكثر من 1,000,000 سني، وكانت إيران أغلبيتها سنية، ومع ذلك أرغم الناس على التشيع، والتشيع أيضا الذي طوره هو وربطه بالجذور الفارسية والجذور المجوسية. حتى نبين يعني للمشاهدين الأعزاء، الدستور يعني كان دستور سني يعني ما قبل الصفوي. نعم، وكانت يعني على المذهب الشافعي، وكانت البلاد فيها يعني تعددية، وفيها أيضا كذلك تنوع عرقي محترم، لكن قامت هذه الثورة على محاربة كل ما هو عربي، وهذا أول نقطة نختلف فيها مع هذا الاتجاه، لأن محاربة العرب ولغة العرب محاربة للإسلام. القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، والنبي عليه الصلاة والسلام عربي، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم عرب، فالذي يكره العرب لا شك أنه يكرههم لأجل يعني جذوره الفارسية وجذورها العرقية المقيتة. يعني تجد أنت الآن أينما ذهبت لأي مكان في العالم الإسلامي، مثلا في أندونيسيا، في أي مكان في العالم، تجد هناك فرح باللغة العربية. صحيح. وفرح بتعلم اللغة العربية، لغة القرآن، لغة أهل الجنة، أليس كذلك؟ صحيح. لغة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فلماذا إذن هذه الكراهية ضد العرب؟ حتى الشيعة العرب في الأحواز وغيرها مع السنة جنب إلى جنب يذوقون الويلات بسبب عروبتهم. تصور، لم يشفع لهم أنهم يشتركون معهم في نفس المذهب، يعانون معاناة صعبة، على الرغم أن الدستور الإيراني المزعوم يعني ينص على احترام الأقليات واحترام اللغات إلا أنه يأتي عند العرب فيمنع تدريس اللغة العربية، يأتي عند أهل السنة فيضيق عليهم، ويعني يؤخر مناطقهم ويهجرهم. وتجد في طهران مثلا اعتراف في الدستور، اعتراف باليهود، واعتراف بالنصارى وبالزرادشتية، وهي ديانة مجوسية قديمة يعترفون بها ويحتفلون بها حتى الآن، ويحتفلون بعيد النيروز أو عيد النار الذي يأتي في مارس الماضي، في مارس من كل سنة يحتفلون به. بل نص المجلسي شايف في بحار الأنوار نص على أن هذا اليوم هو اليوم الذي سيظهر فيه الغائب المنتظر، المهدي المنتظر، وهو اليوم الذي أخذ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم العهد والوصية لعلي، وهو اليوم الذي حفظه الفرس وضيعه العرب. هكذا نص في بحار الأنوار المجلسي. أنا أدعو الحقيقة الشباب أن يعودوا ويقرأوا التاريخ، والآن ما عاد صار لأحد عذر. يعني أدعو الشباب أنهم يروحون للمحرك البحث جوجل ويكتبون فيها الجذور الفارسية الصفوية، ويرون كم من الكلام الكثير يخرج لهم في هذه القضية. دكتور لو سمحت لي، يعني هل يمكن القول يعني أن هذه التراكمات التاريخية بالنسبة للفرس يعني بدأت من حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتدح جميع الأقوام ما عدا الفرس لم يمتدحهم؟ هل هذا قد يكون سبب؟ وموقف الفرس من الإسلام وموقف المجوس من الإسلام معروف، على اعتبار أنهم ديانة وثنية كما تعلم، وأنهم كانت يعني الكسروية كانت في تلك المناطق، فجاء الإسلام ويعني قضى على مملكة كسرى، ويعني سقطت دولتهم ولم يقوم لها قائمة. جاء في بعض الآثار أنهم يعني إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. فهم
يحقدون على الإسلام، ولا شك أنهم وجدوا ضالتهم في المذهب الرافضي، وجدوا هذا المذهب الصفوي وفصلوه تفصيل عليهم. ولذلك أنت تلحظ تقديس الأشخاص. الفرس أصلا يعني يقدسون ملوكهم ويخضعون لهم ويسجدون لهم. الشاه إسماعيل الصفوي كان يطلب من أتباعه أن يسجدوا له إذا أقبلوا عليه. وحتى أحمد جنتي هذا اللي الآن الذي يخطب الآن بفتح إيران القريب، يعني في الأيام الماضية القريب بفتح البحرين، يزعم أنه لا بد أن تفتح. هذا المعتوه المأفون له صورة رأيتها أنا في بعض المقاطع يقبل يد زوجة الشاه الإيراني السابق. يعني هم أيضا عندهم هذه الذلة وتقديس الأشخاص وتعظيم الأشخاص، ولذلك وجدوا في هذا المذهب ما يحقق، فخلطوا يعني التشيع بالصفوية، والصفوية تحولت إلى فارسية، ولهذا يعني أرادوا أن يذلوا الشعوب الأخرى غير الفارسية. تجد الآن في إيران فيه إذلال للأعراق الأخرى، وعلى رأسها العرق العربي والجنس العربي، ولو كانوا شيعة. لاحظ، ولو كانوا شيعة. ولذلك الأستاذة الكاتبة ماذا قالت في مقالتها؟ يعني قالت ظهر كل شيء. في الأول كانوا الناس يتصورونها يعني دولة إسلامية وستنصر الإسلام. طيب دولة إسلامية لماذا تعادي الدول الإسلامية؟ دولة إسلامية لماذا تفجر في الحرمين الشريفين؟ صحيح. دولة إسلامية لماذا تحارب الحجاج؟ صحيح. دولة إسلامية الشاه إسماعيل الصفوي في سنة من السنوات منع الحج إلى مكة المكرمة، وردهم إلى أن يحجوا إلى قم وإلى النجف. الآن دكتور منعوها من 5-6 سنوات، منعوا الحج. تعرف لما صار في نوع من عدم التفاهم أو في خلاف، يعني أصدرت فتوى من المرجع طول العمر أن الحج يجوز في قم. والله هذه حسنة من حسناتهم. أنا أعتبرها تسجل لهم أنهم يعني وضعوا كعبة يا دكتور، وضعوا كعبة وهم يحجون إلى قبر الخميني. أيضا بقيت نقطة بعد ما ذكرنا القبور. يحتفي هؤلاء الفرس إلى اليوم بقاتل عمر بن الخطاب وهو أبو لؤلؤة المجوسي، أكبر مسجد ويسمونه بابا شجاع الدين. ما أدري كيف بلونا مزار ومسجد من أكبر المساجد في طهران يعني. وأنا أقول للإخوة الذين ادخلوا اليوتيوب واكتبوا هذا وتجدون هذه اسمح لنا ناخذ الدكتور عبد الرحيم بلوشي. الو يا مرحبا. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ الله يحييك يا مرحبا. ننتظرك قدومك ان شاء الله للمملكة بإذن الله تعالى. يا مرحبا دكتور. كنا يعني عنوان الحلقة وكما إذا كان سمعتها اللي هي تصدير الثورة المجوسية للخليج وللعالم العربي والإسلامي، كيف نقرأ هذه العبارة يا دكتور؟ السلام عليكم وجميع مستمعيكم. والآن اللقاء هذا يبث أيضا من خلال قناتنا الفارسية بنفس الوقت. ممتاز. أما تصدير الثورة الإيرانية التي خطط لها الخميني من قبل، ولما انتصر الثورة قال لدكتور موسى الموسوي جاء الوقت لننتقم من أعداء آل البيت. وهذا في المنطق الشيعي، في المنطق الرافضي الشيعي الصفوي المجوسي، يعني أعداء آل البيت هم أهل السنة والجماعة. نعم. منذ خلفاء الراشدين إلى يومنا هذا. ولذا لا نجد في تاريخهم كله فتحوا شبر من الأرض، لكنهم أراقوا بحار من الدماء بين المسلمين. ولتخطيط هذه الثورة التي خطط لها أيضا أعداء الإسلام من قبل، طلبوا من الشاه أن يقوم بحرب مع العراق، ولكنه رفض. قال إني عوضت شعبي بالصلح خلال 30 عاما، ولذا أسقطوه وأتوا بخميني. وبعدما جاء الخميني أشعل النار، أشعل المنطقة كلها في النار، وإلى الآن المنطقة تحترق منذ 30 عاما بنار الخميني الذي هو ليس إيرانيا أصلا، إنما هو من الهند، أتى به شركة الهند الشرقية الإنجليزية. وخططوا للتخطيط هذه الثورة لتدمير المنطقة. وأنا قلت وأقول منذ قديم أننا لا نجد دولة شيعية إلا تحت ظل اليهود والنصارى والمغول وبقية أعداء الإسلام. صحيح. الآن هم يخدمون إسرائيل ويسبون إسرائيل ولا يتكلمون بالوحدة الإسلامية مع المسلمين، لكنهم يحاربون المسلمين السنة في الداخل والخارج. خططوا لتصير هذه الثورة منذ 30 عاما،
ولكن أمريكا أعطتهم أكثر مما خططوا له. صحيح. أعطتهم العراق وأعطتهم أفغانستان. صحيح. والآن أرادوا أن يعطوا البحرين، وحاولوا المملكة العربية السعودية من 3 جهات، من خلال حزب حسن نصر إيران في لبنان، ومن خلال سوريا، ومن خلال العراق، ومن خلال الحوثيين في اليمن. ولكن بحمد الله تعالى أن الشعوب العربية يقظة فاقت من صباتها، وحكام شعروا بهذا الخطر العظيم، وبحمد الله تعالى الآن هناك اتجاه عام بالبلاد العربية وبلاد السنية أن يقفوا أمام هذا المد المجوسي. نعم دكتور عبد الرحيم، يعني كيف ندفع باتجاه توعية المسلمين وشباب المسلمين بهذا الخطر، يعني وخاصة أنت لك دور كبير في هذه القضية؟ يعني أفضل طريقة هو طريق التوعية الإعلامية. أبشركم الآن أنا في البث المباشر في قناة وصال الفارسية. ما شاء الله. لم يمر منذ شهر و22 يوم، تاريخنا هذا يعني بدأنا منذ شهر و22 يوم ما شاء الله. ما مر علينا يوم إلا وهناك مهتدين من الشيعة، عدد من مهتدين الشيعة أعلنوا شهادتين، آخرهم اليوم أكثر من واحد. ما شاء الله. من خلال الإيميلات ومن خلال غير الإيميلات. إذا الشعب الإيراني الطيب الشان لمعرفة الحق، الشان لمعرفة الكتاب والسنة، وكرهوا هذا المذهب وكرهوا هذا الدين وكرهوا وعلماؤهم، لكن نحن قصرنا في دعوتهم. والآن بحمد الله تعالى فتح بعض المجال، وإن شاء الله سيثمر ذلك. نفع الله بكم يا دكتور الإسلام والمسلمين. وإن شاء الله الدكتور ستكون ضيفنا إن شاء الله يوم الخميس القادم بإذن الله. بإذن الله تعالى. في أمان الله يا دكتور، في أمان الله. الله يحييك. يعني الدكتور قال كلام جميل الدكتور عبد الرحيم. يعني نعم، أنا أولا أنتهز هذه الفرصة وأحيي الدكتور وأشكره على جهوده، وأتمنى من الله عز وجل أن يجد العون أيضا من رجال الأعمال ومن الموسرين ومن أهل الخير ليدعموه في هذا المسار. الدكتور عبد الرحيم يعني يأتيه من الضغوط والتهديد بالقتل يعني الخطر الكبير، ولكنه قد يعني باع روحه لله عز وجل واستعد لهذا كله، فله حق علينا أن نعينه لفضح هذا النظام الخبيث المجوسي الفارسي الذي يريد تدمير المنطقة. وقال كلام جميل، قال إنه يعني أنهم في تناغم مع اليهود ومع أعداء الإسلام. دكتور تسمح لي بسألك سؤال هنا مهم، يعني ما هي العلاقة التزاوج بين الصفوية والنصيرية؟ الصفوية كما تعلم هي يعني طبعا هذا بناء على الدعم الصفوي الغير عادي من 40 سنة للنصيريين في سوريا. النظام النصيري. النصيرية كما تعلم فرقة باطنية، والفرق الباطنية كلها تعود في أصولها إلى المذهب الرافضي الاثني عشري. المذهب الرافضي الآن تلبس بالصفوية، والصفوية ربطته بالجذور الفارسية، فأصبح مذهبا طائفيا عرقيا عنصريا مقيتا يقوم على كراهية الإسلام بشكل عام وكراهية العرب بشكل خاص وتنفيذ أجندة أعداء الإسلام. ولهذا نقول لشبابنا ولأبنائنا لا تنخدعوا بما يقال بأن بين إيران ودولة اليهود خلاف إطلاقا. هذه كلها يعني ورقة التوت كما قالت الصحفية التي تحدثت في البحرينية. الحاصل أنك تجد من الذي جاء بالأمريكان إلى العراق وأدخلهم لإسقاط النظام صدام حسين، هم الإيرانيون الصفويون. ثم من الذي أعطاهم مكافأة؟ أمريكا دمرت العراق وسلمت الحكم فيه لهؤلاء، وجعلت إيران الآن هي التي تعين من تشاء وتعزل من تشاء. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بدأوا يباشرون تنفيذ مخططاتهم بقتل السنة وقتل العرب وتدميرهم. ومن الذي قوى القاعدة في العراق وسمح لرموز القاعدة يأتون من أفغانستان عبر الأراضي الإيرانية إلى العراق وأحاط ثم بعد ذلك إذا أرادوا أن يخلصوا من واحد كشفوه للمخابرات الأمريكية مثل ما كشفوا الزرقاوي أو غيره ودلوا عليه. انتهت ورقة، انتهت يعني. نعم ورقة انتهت. دكتور طيب أنا عندي تساؤل أيضا يعني بس في شو نقطة قبل ما أنساها يا دكتور. من الذي الآن يثير الخلاف بين الطوائف اللبنانية ويلعب على التناقض بينها؟ هم هؤلاء القوم. من قديم كان يعني العرب في لبنان مسلمون ونصارى على تآلف،
وكانت يضرب المثل بلبنان في الاستقرار في التوافق. نعم. فلما دخل حزب اللات بدعم من إيران أفسد هذه الحياة، صحيح. وقلب ودمر اقتصاد لبنان، ودمر يعني مكانة لبنان، وضاعت لبنان، دمر كل شيء. ثم من خلالها أيضا إمداد هذا حزب النصيري الحاكم في سوريا، والذي يدعي المقاومة والممانعة، وأنت لا تجد على حدود إسرائيل ولا دبابة سورية ولا صاروخ ولا راجمة صواريخ ولا حتى هاون على الحدود، وهذا كل الذين وقفوا هناك يعرفون هذا الشيء. لكن هذا تضليل للرأي العام. من الذي يفسد الآن بين الفلسطينيين؟ كلما أرادت السعودية أن تجمعهم عند مكة وأقسموا على القرآن ولم يتم الاتفاق. أرادت مصر أن يجتمعوا وبذلت جهود مشكورة مصر لجمعهم، فماذا صار؟ وأنا أخشى الآن على الثورات في مصر وفي تونس. لا، مصر الآن مخترقة من قبل إيران يا دكتور، يعني هذه مشكلة كبيرة على فكرة. أنا أخشى عليهم من هذا، وأدعو المصريين للتنبه لهذا الخطر الشديد. دكتور، لكن أيضا هناك يعني سؤال يطرح نفسه، وهناك تناقض حتى في صياغة اللعبة السياسية بين إيران وبين سوريا. يعني أنت تذكر دكتور، يعني الخميني في البدايات كان من متأثرين بالإخوان المسلمين، وحتى ترجم الكتاب من كتب سيد قطب، أتذكر أنا ترجمه، وفي نفس الوقت هو أيضا يقول بأن حزب البعث هو حزب كافر. هذه سياسة الخميني اللي تلعب على جميع. لا، أن حزب البعث كافر اللي يقصد به ليس العراق. لا. الجناح العراقي بشكل أخص. تحدث عن الجناح السوري أنه كافر. إذن هذا مثل التضليل، مثل ما يتحدث عن إسرائيل الآن. نعم. هو أول ما جاء الخميني بالمناسبة ترى يعني استقطب عواطف المسلمين والعرب معه، على اعتبار أنه جاء ليحرر هذا الشعب من طغيان الشاه وليقيم دولة الإسلام وليحرر القدس. نعم. فلكن الله سبحانه وتعالى كذبه وأظهر مخططاته، وإذا هو يوجه سلاحه للعرب والمسلمين ويترك إسرائيل. يعني إسرائيل أبشر بطول سلامة يا مربع، إسرائيل ما عمرها جاها أذى من إيران، بل في تعاون تجاري، وفي سفن ترسو في الشواطئ الموانئ الإيرانية، سفن يهودية. طبعا تجارة بينية بينهم وقنوات فضائية يا رجل. أنا قلت هي 8 فضائيات تبث على القمر الإسرائيلي إيرانية اللي هي آموس. فهناك تناغم شديد بين هذا الاتجاه وبين المد الصفوي الفارسي في إيران الذي يقوم. وبعدين في نقطة مهمة يا دكتور، أنا أود الحقيقة أن أخاطب الشعب الإيراني. الإيران في داخلها مشكلات كثيرة، وهي دولة غنية. لماذا لا تحل هذه المشكلات؟ لماذا الثروة توجه إلى الخارج؟ اقتصاد منهار في الداخل، ويترك الشعب الإيراني اللي هو بأمس الحاجة مركزين فقط على طهران وعلى بعض المدن، لكن مناطق كثيرة وخاصة المناطق العربية والمناطق السنية هذه منسية. بل وإذا تحرك أحد قمع وسجن. ولما يعني استحى بعض السياسيين وسعوا بما يسمى التيار الإصلاحي، ماذا حصل؟ فأنا أقول سبحان الله، هذه الانتخابات الأخيرة جعلها الله عز وجل يعني ضوء للعرب والمسلمين وأهل السنة خاصة، حتى يعرفوا هذا النظام على حقيقته من الداخل وتبين الأمور. دكتور، يعني دكتور أيضا في سؤال، يعني كيف يمكن أن نفسر مثلا على سبيل المثال أحد نواب الشيعة الصفوية في البرلمان الكويتي قبل، طبعا هو سابق اسمه حسين جمال، يمكن سمعت فيه دكتور. نعم. يعني هو يقول أن أبناء الطائفة الشيعية الصفوية في الكويت مسلوبة حقوقهم، وهو نائب في البرلمان. يعني تناقض غريب. لكن دكتور، يعني يقال الآن الخطر القادم الآن بالنسبة ما بعد البحرين هو خطر الشيعة الصفوية في الكويت. وهذا يعني متوقع لأمرين. الأمر الأول لغفلة إخواننا في الكويت وإحسان الظن مع الأسف الشديد. الأمر الثاني أن الكويت قريبة من إيران ومن قديم، وهي تصدر لها ما سمتها الباحثة والكاتبة القوة الناعمة. في الجانب الاقتصادي رجال أعمال ويضخون أموال، وفي جانب أيضا العمالة، وفي جانب الخدمات. والإخوة الكويتيون يحسنون الظن بهؤلاء ويجنسون مع الأسف الشديد. ولذلك سيدفعون الثمن إن لم يتنبهوا. وأظن الآن الدرس اللي صار في البحرين يجب أن يكون عبرة لجميع دول الخليج. والمواطن الشيعي في الخليج الحقيقي الذي ولاؤه لدولته ما يقول هذا الكلام، الذي ولاؤه للكويت ولاؤه للبحرين ما يقول هذا. تتذكر الدكتور ياسر الخبيث، أنا شفت له يمكن مقطع أنا لما تكلم عليه، لما رد عليه أحد نواب المجلس الأمة الإسلاميين، رد عليه قال له يعني قال له إنه أنا ممكن وأنا في لندن ممكن أقتلك بكرة. دليل دكتور، شوف كيف يعني القوة في الداخل وهو في لندن يتكلم. أنت تعرف النظام الإيراني نظام دموي،
ونظام أيضا هذا كويتي استخباراتي، لكن هؤلاء هم مرتبطون بهذا النظام يا شيخ. نعم. مرتبطون بالاستخبارات وبالحرس الثوري. كل هؤلاء مثل أمين حزب اللات في لبنان، هذا من اللي يحرسه الآن إلا الحرس المخابرات الإيرانية الجمهوري الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني. ثم للإحاطة، ترى الحرس الثوري في إيران دولة داخل دولة، يعني دولة داخل دولة وتنظيم داخل تنظيم، ويعمل بالطريقة العنقودية وبالأشياء السرية الخطيرة، ويصدر الثورة إلى هؤلاء العملاء الموجودين في البحرين وفي الكويت وفي غيرها من الدول. ولذلك أهل الخليج عليهم مسؤولية كبيرة في أن يتنبهوا، والجزيرة العربية أمانة في يعني أيدي حكام دول الخليج أن يتنبهوا لهذا الخطر القادم. الخطر الصهيوني والخطر الغربي مكشوف ومعروف، يعني هذه الأعداء واضحين، لكن هذا الخطر الذي يأتيك من الخاصرة، يقول لك أنا مسلم وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يضيف إليها بعد ذلك ما يريد من البدع والمحدثات ولعن الخلفاء الراشدين والزعم بأن علي يعني فيه من الله عز وجل، وأنه يعني ما بقي إلا أن واتخذوه إله من دون الله عز وجل، وأحدثوا من البدع شيء كثير. شوف دكتور، يعني سبحان الله، يعني هذا ياسر الخبيث، رأيت له أنا أيضا مقطع فيديو، كان هناك إنجليزي أسلم على يد الصفوية الشيعية، فكان يلقنه الشهادة، يتلو عليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم تلا بعد ذلك فاطمة هي الرب، ثم علي هو من خلق الكون. يقول الإنجليزي، والإنجليزي يردد هذه العبارات. يعني وهذا هذه العقيدة الفاسدة التي تفسد الدنيا كلها على كل حال. يعني من جد يا دكتور، احنا برضو مقصرين يعني بكل أمانة. والله يا أخي الكريم، يجب على شبابنا أن يتنبهوا لهذا الخطر، والآن المعلومات متوفرة ومتيسرة عن النصيرية وعن الدروز وعن الباطنية وعن المد الصفوي وعن جذور الفارسية لهذا النظام والجذور المجوسية لهذا النظام. يا أخي في إيران بيت النار محترم وموجود، مسجد لأهل السنة ما يوجد في إيران. في إيران 12 مليون سني يعني مقضي عليهم ومقهورين، وحوالي 25 مليون صاروا الحين، 25 مليون، أنا إذا المعلومات قديمة. وفي إيران أيضا ما يجي 10,000 يهودي أقل، ومع ذلك لهم 26 كنيس يهودي في طهران، وكل شيء، وكنائس للنصارى وغيرهم إلا أهل السنة، غير معابدهم يا دكتور الوثنية. المعابد اللي معبد الشمس عندهم معبد للنار اللي هو المعبد الخاص بس لعبادة النار. نعم معروف. عرفت علي. وعندهم أيضا دكتور الغريبة اللي آخر شيء عرفته، عندهم معابد للبقر، ومعترفين بالهندوس، عشان كده هذه فيها من العقيدة الهندوسية، ومعترفين بالبابية والبهائية والقاديانية. كل هذه الملل محترمة في دولة إيران الصفوية الفارسية، وعدوهم اللدود ليس هذه الديانات، بل عدوهم اللدود هو أهل السنة والجماعة. عدوهم اللدود هو العرب أهل السنة، والعرب حتى من الشيعة لا يطيقونهم. لماذا؟ لأنهم يتكلمون بنفس لغة الإسلام، فهم الآن يمنعون على أهل الأحواز أن يتكلموا باللغة العربية، وهذا أمر معروف وتكلم عن كثير من النشطاء الأحوازيين، وهو أمر ظاهر. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرزق شبابنا التنبه لهذا الغزو الخطير والانتباه له، لأنه مع الأسف يخدع بكلمات ناعمة تحرير فلسطين، وقد خدع جزء من إخواننا الفلسطينيين. صحيح. وجعلهم يتناغمون معه بدعوى أنهم ما وجدوا أحد يدعمهم. طيب يا أخي، ما وجدت أحد يدعمك تذهب للشيطان يدعمك؟ طبعا هو لم يصور نفسه شيطان أمامهم على كل حال، يعني هو دائما الخطاب الإعلامي الإيراني خطاب قوي دكتور، يعني مؤثر، بالتالي انسياق خلف قضية مش صعبة. لكن يا أخي يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن ينكشف المستور. هذا أمر معروف أن الباطل له صولة والحق له صولات، يعني فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تسمح ناخذ دكتور الأستاذة سميرة. ألو. نعم. الأستاذة سميرة، مساء الخير. مساء النور. كيف الحال؟ الله يسلمك. أنا حقيقة أدري اليوم أنت مشغولة في موضوع الحوار اليوم عندكم ولا لا؟ نعم، احنا اليوم كان آخر جلسة للمحور السياسي في مؤتمر الحوار الوطني. بشرينا عن الأمور. والحمد لله انتهى المؤتمر بخير، وسترفع كل المرئيات إلى جلالة الملك خلال أيام. سيسمع البحرينيون في الأيام القادمة بنتائج هذا الحوار
وما سيخلق لهم الكثير من البشائر الطيبة إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله ويديم عليكم الأمن والأمان والاستقرار. أستاذة سميرة، يعني أنا الحقيقة كنت من شوي يعني أنا ضيف الدكتور عبد العزيز العسكر، وهو طبعا الأستاذ في جامعة الإمام، وأيضا يعني رئيس الدراسات العليا وأحد المفكرين الإسلاميين، ورأينا الحقيقة مقطع من مداخلة بينك وبين محطة الوطن، كان هناك العاشور أعتقد وكان الحقيقة يتحدثوا عن موضوع دوار اللؤلؤة، ويعني وهو طبعا رجل دائما يبالغ في طروحاته باعتباره هو مسيس من قبل إيران. سؤالي الحقيقة محدد، كيف ترى بقضية تصدير الثورة المجوسية للخليج والعالم العربي والإسلامي؟ أنا استمعت لجزء من الحديث مع الدكتور، فقط أريد أن أبدأ بكلمتين. أولا، المعتقدات والأديان والمذاهب هذه حرية شخصية أنا بالنسبة لي، وللجميع الحرية في معتقداتهم. يعني على الأقل هذا إيماننا وما تطرحه مملكة البحرين في دستورنا اللي أعطى هذا الحق في الديمقراطي للجميع. نعم. ثانيا، أنا أريد أن أوضح شيء معين. لا يمكن أن نلبس المذهب الشيعي هذا المد الشعوبي اللي متمثل في السياسات الإيرانية. الشيعة كمذهب كأي مذهب آخر مجموعة لها معتقداتها الشريفة والسليمة، ويجب أن يحترموا بكل معاني التقدير. نحن نتحدث، وأريد فقط أن أوضح هذا لكي لا يحدث لبس، وكثيرا ما تردد كلمات غير مقبولة لهؤلاء اللي احنا يجب أن نعرف كيف نتعامل فيه، وهم جزء من شعبنا الكريم، يعني احنا شعب واحد. طبعا. المد الإيراني أو تصدير الثورة الخمينية للمنطقة لم يبدأ أمس ولا اليوم. أنا أعتقد حتى قبل استلام الملالي للنظام في إيران كانت لهم خيوطهم امتداداتهم على الأقل في البحرين. أنا أستطيع أن أعطي أمثلة وأعطي تأكيدات كثيرة لما كان يحدث قبل ذلك التاريخ في البحرين، في أثناء ما كانت تؤسس هذه المؤسسة للثورة في داخل إيران فترة السبعينيات، وبعد رحيل الاستعمار من البحرين أو من المنطقة. فخيوطهم كانت ممتدة إلى ذاك البعد، ومع بدء مع استلام الملالي للنظام في إيران كانت لهم القوة وخيوط بدأت تمتد بكل يعني السبل السياسية المعلنة والمخفية، بدءا بالحرب العراقية الإيرانية إلى هذا اليوم اللي لنا الأزمة الواضحة والفاضحة اللي أصبحت معلنة أمام الجميع. الكل يعرف هذا التاريخ. نعم. ولم يعد خافيا. أنا لدي سؤال واحد. نعم. كل هذا الكلام الذي نردده هو أنا لربما 10 سنوات أكتب في هذا المجال. ما هي سياسات دولنا في اتجاه هذا الموضوع؟ إيران لديها مشروع، فما هو مشروعنا لصد هذا المشروع الذي بدأ يخترق عظامنا؟ لهم مشروع يملكون مفاتيحه ولهم رؤاهم اللي يحققونه على مراحل وضمن خطة منهجية ومدروسة وقوية. نعم. ووصلوا إلى مراحل متقدمة في مشروعهم في منطقتنا. صحيح. السؤال: ماذا عملنا نحن رغم كل ما مر بنا منذ 30 عاما إلى اليوم؟ للأسف الشديد يعني ما عاد اليوم في مجال نحن نصف ماذا تعمل إيران في المنطقة. احنا أمامنا الوقت جدا قصير لنعرف ماذا نحن عملنا وماذا يجب أن نفعل. صحيح. وما الذي سنخسره إن لم نتدارك وإن لم نتقدم بشكل علمي في مواجهة هذا المد. إيران لديها المفاتيح العقائدية، لديها أبلغ السبل
في علم الكلام. أنت من شوي دكتور تكلمت أنهم خطابهم مؤثر. نعم خطابهم مؤثر لأنهم يملكون كل مبادئ علم الكلام اللي يصلوا للآخر، يعرفون كيف يصلون للآخر حتى بالكذب. اكذب إلى أن تصدق نفسك. وهذه وسيلة يجدون. دكتور أستاذة سميرة، يعني نحن يجب أن نتفق أنه احنا يعني يجب أن نفوت الفرصة على الصفوية المجوسية بالنسبة لإخوتنا الشيعة، وهم طبعا عايشين معنا وإحنا ما عندنا أي إشكالية، بالعكس شيعتنا هم إخواننا وأهلنا، لكن أيضا إذا كانوا هم طبعا بشروط معينة أنه لا يسبون الصحابة ولا أمهات المؤمنين ولا يدفعون باتجاه تعريف القرآن، وبالتالي ولاءهم وانتمائهم للوطن، هذول أهلنا يعني، ولا نبغى إيران تستغل هذا الجانب وتدخل. هذول أهلنا، وأنا أقول لك هذول لا يسبون ولا يلعنون. من يقوم بهذا العمل هم فئة قليلة، وهم التابعين لمذهب ولاية الفقيه. نعم. وليس للمذهب الجعفري. نعم. ليس في عقيدتنا. أنا بنتهم. أنا ليس في عقيدتي سب الشيعة. أنا ولائي للتاريخ العربي والإسلامي. ما شاء الله يا دكتور يا أستاذة، في التاريخ الإسلامي والحضارة العربية والإسلامية، يعني وليس هذا من تربيتنا. احنا نحتاج أستاذة سميرة، احنا نحتاج 100 سميرة يعني. احنا لا في ان شاء الله في يعني احنا هذا الحقيقه اللي مثل شخصيه مؤثره يعني، بالتالي تستطيع ان تشرح بشكل جاد وواضح يعني قناعاتها بهذا الطريق بهذا الشكل وبهذا الاسلوب، حتى يعي الناس الطرف الاخر بماذا يفكر. لا، الطرف الاخر لن يعي. الطرف الاخر لديه سبله لاخراج الناس من هذا المعتقد، من الهوية العربية. لديه القدرة أن يخرج الإنسان العربي من هويته العربية ويدخله إلى هوية شعوبية فضفاضة لا يستطيع أن يعرف من هو حقيقة، ولكن في كل المواقع يقدم ولاءه للقومية الفارسية. المشكلة من يطلب أن تكون هناك 1000 سميرة ولا 100 سميرة رجب في موطننا اليوم، ليسأل كيف تعلمنا نحن هذه المبادئ، لماذا اختفت هذه المبادئ اليوم في بلداننا، لماذا قضي على الثقافة القومية في المنطقة حتى أصبح البشر أو المواطن غير مواليا إلى هويته. دكتور، يجب أن تبحثوا في هذه الأمور بكل جدية. نحن لا نتكلم إعلام، وليس فقط من أجل الإعلام نتكلم، نحن نتكلم عن واقع خطير نعيشه، وفي استيطان ثقافي أصبح هذا هو الاحتلال القادم. عندما تحتل الناس ثقافيا وعقائديا تخسر أنت موقعك ويحتلك الآخر. فالمشكلة يجب أن نعرف كيف نحلها بعلمية حقيقية وبموضوعية، وبعيدا عن الأنانية وبعيدا عن أستاذة سميرة. مع الدكتور عبد العزيز هنا يحب يعلق. تفضل دكتور، تحب تعلق على الأستاذة سميرة. أولا نشكرك يا أستاذة سميرة على هالوضوح يعني الصراحة في الطرح، وأنت طرحتي سؤال مهم، تقولين ماذا أعددنا. يظهر أننا يعني ردة الفعل عندنا بطيئة شوي، وأننا يمكن ما أعددنا الكثير مما يتطلبه الموقف، وأخشى أن نكون يعني فيما بعد نندم على هذا التأخر. وأنت طرحتي سؤال مهم فعلا، ماذا أعددنا، وتقولين مضى الوقت في الكلام عن ماذا تعمل إيران. أنا معك في هذا، لكن أقول لك شيء مهم. هناك فئة من شبابنا العرب، سواء كانوا سنة أو شيعة من الشيعة اللي أنت تنتمين إليهم، والذين هم يمتازون بالعقلانية يعني أيضا حفظ حق الآخر وصيانة المبادئ المشتركة
والكف عن الاستفزاز. هؤلاء الناس ما عندنا مشكلة معهم، وكما تفضلت هم مواطنون في البحرين وفي السعودية وفي الكويت وفي الإمارات وفي غيرها، هم مواطنون وفي لبنان وفي غيرهم، ما كانت هناك مشاكل. يعني احنا كنا نطبع كتبنا في لبنان في بعض الدور التي يقوم عليها شيعة من العرب، من الشيعة، ومن حتى أيضا النصارى، وما كان هناك أي مشاكل، لأن كل يلزم حده وكل يحترم يعني الثوابت عند الآخر. دكتور سعادة، لكن المشكلة دعني أقاطعك فقط، أعطني المجال شيئين. أولا، من يقول أن ردة فعلنا بطيئة فهذا كلام غير علمي. نحن نعيش في أوطان مهددة، والتهديد ليس وليد اليوم، التهديد وليد 30 سنة على الأقل، بل وليس 30 سنة. الشعوبية الفارسية ممتدة إلى الدولة الأموية، منذ الدولة الأموية إلى اليوم. استطاعوا الفرس أن يبنوا على هذه الشعوبية قرنا وراء قرن، حكومة وراء حكومة، قيادة وراء قيادة، جيل يكمل الجيل الآخر في هذا الفكر الشعوبي. نحن لم نستطع حتى أن نبدأ منذ 30 عاما ونبني لنا ما يحمينا. من يقول أن إسرائيل تحتل فلسطين، نحن اليوم محتلون فكريا في هذه المنطقة من خلال خلايا نائمة أخطر مما تتصورون. جميل. هذا الشيء الآخر، من يقول ليس بيننا وبينهم خلاف. نعم، هذاك الجيل الذي تتحدثون عنه، العربي الشيعي العربي القومي ذو الهوية العربية، الذي لا يبيع ذرة من ترابه بأي معتقد من هذا النوع. هذا الجيل بدأ ينتهي. هذه مشكلة، هذه مصيبة. بدأ منذ 30 عاما، استطاعوا أن يخلقوه ويربوه ويعلموه. بدأنا نفقدهم، أبناءنا بدأنا نفقدهم للأسف. فهذا الذي نحن محتاجين أن نعمل عليهم، ومحتاجين إلى بعد نظر، محتاجين إلى خطط طويلة المدى، محتاجين إلى نظرة معمقة في هذا الموضوع وليس ردة فعل. أستاذة سميرة، طيب بالنسبة للوفاق ماذا كان موقفهم بالنسبة للحوار اليوم؟ نعم. الوفاق اليوم في الحوار، يعني أين اتجه الوفاق بالنسبة للحوار أستاذة سميرة؟ الوفاق قاطعوا الحوار منذ ربما الجلسة الرابعة. طيب ماذا هذا يعني؟ نعم، ماذا يعني هذا إذا الوفاق انسحب من الحوار؟ أنا أقول لك ماذا يعني. الوفاق طبعا أنا الكل يعرفهم في البحرين، هم الجمعية الموالية إلى ولاية الفقيه في البحرين، وولاءاتها الأخرى معروفة. هذه الجمعية السياسية للتيار الشيعي لديه مخطط في البحرين. اليوم وصل هذا المخطط إلى مرحلة الإطاحة بالنظام والوصول إلى هذا الهدف، يعتبر هدف أيديولوجي واستراتيجي، واليوم يعد الفرصة التاريخية لهؤلاء أن ينقضوا على النظام في المنطقة، النظام العربي وليس فقط النظام البحريني. فالانقضاض على النظام جاء اليوم في ضمن هذه الظروف الإقليمية والدولية، فرصة تاريخية لهم. إن لم يكسبوها سيخسرونها لقرون طويلة، لتاريخ قادم. فالهدف اليوم هذا الهدف القوي، عليهم أن يعملوا به بكل الوسائل للوصول إليه. فدخولهم الحوار كان ليس برضاهم بقدر ما كان بإملاءات أو بضغوط خارجية ليقولوا نحن دخلنا ولم نستفد من هذا الحوار. وانسحابهم أيضا جاء نتيجة أنهم يريدون أن يشكلوا نوع من الضغط الدولي على البحرين، أنهم لم يكسبوا شيء من هذا الحوار. المهم أن هم يعملون لتحقيق هدف أيديولوجي، بينما الناس في الشارع وفي المؤتمر كانوا يطلبون مطالب معيشية وإصلاحية مختلفة. فاليوم نحن أمام أمام أن الملك
سيأخذ طيب هذه أستاذة سميرة، أنا الحقيقة خلاص الوقت انتهى. أستاذة سميرة إن شاء الله أبغى نلتقي معك مرة أخرى إن شاء الله في حلقات قادمة. أشكر الحقيقة هذه المعلومات، شكرا لك أستاذة سميرة رجب، وقد حدثتنا من مملكة البحرين الشقيقة. أيوة دكتور. والله الحقيقة الأستاذة يعني عندها شجاعة الحقيقة وجرأة في الطرح ووضوح يعني تشكر عليه حقيقة. صحيح. وأنا لما قلت أنه ردة الفعل بطيئة أنا قصدي أنه تأييدا لكلامها. هي تقول من 30 سنة ونحن الآن أبنائنا يختطفون. صحيح. بهذا المد الصفوي بولاية الفقيه، ويصفقون بعض أبنائنا وليس كلهم، من أنا أقصد بأبناء العرب والمسلمين، لهذه الثورة، وربما هم يجهلون حقائقها. فنحن اليوم دورنا أن نكشف لهم هذا من ناحية، ودور السياسيين ودور يعني المسؤولين أن يرتبوا استراتيجية بعيدة المدى للوقوف في وجه هذا الغزو الخطير، لأنها هي قالت الآن هؤلاء هدفهم الانقضاض على النظام العربي، وليس النظام العربي في البحرين، النظام العربي في جميع المنطقة. يعني البحرين هم أرادوها بداية، هي ورقة ما في شك من خلالها. نعم، هم أرادوا مثل ما وهم لن يكتفوا بدولة، هم سيمتدون إلى قلب المنطقة كلها، إلى يعني مد صفوي يعني مجوسي. دكتور هم منتشرين الآن في أفريقيا وفي القرن الأفريقي، وهذا امتداد للعالم العربي، يعني هم يبغون يسيطرون على كل المنطقة. لكن هم هناك ربما يكونون يعني يعملون بخطط في الإغاثة وفي هذه مداخل. لكن احنا الآن بدأوا يعملون عن مكشوف في البلاد العربية، يعملون الآن حملوا السلاح، يعني حملوا السلاح في لبنان في حرب لبنان، وحملوا السلاح الآن في البحرين، وحملوا السلاح في سوريا. هم الآن يقتلون في العرب وأهل السنة. والدليل في سوريا الآن زي ما تشوف دكتور، يعني وش اللي صاير، يعني هم الآن الحرس الثوري الجمهوري، الحرس الإيراني الاستخباراتي والثوري، وحزب الله اللبناني، وفي العمق السوري الآن يعني يقمع الشعب السوري في كل لحظة، والشعب السوري يستنجد ولا من مغيث. وهذه مشكلة. كيف تقرأ الدكتور الوضع بالنسبة لسوريا، خاصة في ظل امتداد الصفوي داخل العمق السوري؟ يا أخي السوريون يعني قوم شجعان ولهم بلاء عظيم، وليسوا وشعب يعني أبي وشعب شهم وشعب كريم. السوريون يعني نفوسهم أبية. ناهيك يا دكتور انهارض الأنبياء والرسل. لا شك، ولكنهم الآن يعني يحتاجون تنسيق الجهود، يحتاجون أيضا الصبر، وأنا أتصور إن شاء الله أن العاقبة ستكون لهم بإذن الله عز وجل قريبة، يعني لأن هذه قامت على الخيانة. ما يجري في سوريا الآن هو خيانة للشعب، سواء يعني هذا الحزب يخون شعبه، أعلن لهم في الظاهر أنه ليس طائفيا، وجاءت الأحداث فأثبتت أنه طائفي، وأعلن للناس في الظاهر أنه ممانعة ومقاومة، فأثبتت الأيام أنه ليس هناك مقاومة ولا ممانعة، وأن المسألة هي تحقيق مشروع صهيوني غربي للاستيلاء على هذه صفوي للاستيلاء على هذه المقدسات وهذه الأماكن. فلذلك لعل يعني رب ضارة نافعة، ولكن مطلوب منا جميعا أن نتعاون ونتكاتف ونتنبه لهذا المخطط الصفوي الصهيوني، يعني ذو الأضلاع الثلاثة، من الصهيونية العالمية ومن الماسونية ومن المد الفارسي المجوسي الذي تقوم عليه إيران باسم الإسلام. باسم الإسلام، وهذه الكارثة باسم التشيع لآل البيت، وليس هذا تشيعا لآل البيت، هذا تمزيق لوحدة العرب. هذا إساءة لأهل البيت يا دكتور أصلا. لا شك يعني هذا إساءة أهل البيت. أهل بيت رسول الله لا يرضون بسب صحابة رسول الله، ولا أمهات المؤمنين. نعم، ولا أمهات المؤمنين، ولا تحريف القرآن، ولا الكذب على الله ولا رسوله، ولا إيذاء العرب، ولا محاربة لغة القرآن، ولا تقطيع أوصال الوطن العربي والإسلامي، ولا تهديد الحجاج في الحرمين. يا أخي في عهد قريش قبل الإسلام كانت الأشهر الحرم محترمة. لم نعرف هذه الأمور إلا لما قامت ثورة الخميني في إيران وتجرأت على هذه المقدسات، وصارت الآن تدعم كل طائفة تريد أن تخرب في بلاد العرب. هذا منهج إرهابي أصلا مقتنعين فيه هم تماما. على كل حال دكتور، جينا على نهاية الحلقة. الله يبارك. يعني الحقيقة نشكر وجودك
وجودك معي هذه الليلة دكتور، وانت معي ان شاء الله كل احد، ويعني نرجو ان لا نكون اثقلنا عليك دكتور. ابدا، انا اشكرك، واشكر ايضا اسمح لي من خلال قناتك الجميلة اني اشكر كل الاخوان المشاهدين والاخوات الذين تواصلوا معنا بعد الحلقة الماضية على البريد الالكتروني وعلى ايضا صفحتنا في الفيسبوك وغيرها، ويشكرون هذا الجهد المتواضع، والشكر لله اولا ثم لقناتكم ثم لك يا دكتور سامي. العفو يا دكتور، انت دائما قيمة مضافة لنا يا دكتور. الله يبارك فيك. شكرا. هكذا ايها الاعزاء كما شاهدتم جئنا على نهاية الحلقة. شكرا لمتابعتكم معنا ودمتم بخير. القاكم باذن الله تعالى يوم الخميس القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.